ايه الاصابه يا ميدو؟ طالما انت في الملعب يبقى انا مطمن شويه. والله يا كابتن شوبير ما اعرفش، يعني انا اول مره يعني يجي لي وجع زي ده. عمري في حياتي ما اتصبت في ظهري، فمش عارف احدد هي ايه. يعني كوره بسلم كوره عادي وبلف، وانا بلف حسيت ان ظهري يعني كأن حد ضربني بشومه على يا ظهري. ساتر يا يعني رب. اول مره ما اعرفش ايه بالظبط، عضله او عصب او كده. لكن الدكتور يعني عمل لي اختبارات في اوضه اللبس يعني بين الشوطين، وقال لي ان يعني الحمد لله ما فيش حاجه في العمود الفقري او حاجه في الديسك او كده، ودي اهم حاجه يعني. لكن ما فيش يعني ممكن تكون كدمه شديده، ممكن يكون برد لا ظهرت اثاره. مش كدمه يا كابتن، يعني انا بس مش عايز اقول كلمه مثلا ما فيش شد في الظهر، ما هو يا اما الله لا يقدر مزق، يا اما يعني ممكن يكون واحد عنده برد في العظم جامد قوي وبيظهر مثلا من لعبه مفاجاه، بيبقى كما لو كان كدمه يا ميدو. انا ما اتخبطتش فيها يا كابتن شوبير، انا مش عارف احدد ايه هي الاصابه، لكن يعني ان شاء الله حاجه ما تتعداش يعني يوم او يومين بكتير باذن طب الله. كويس. انت هتروح المستشفى هتعمل اشعه ولا ايه الوضع بالظبط؟ دكتور مصطفى دلوقتي لما ان شاء الله نروح الاوتيل يعني انا رايح له على الاوتيل دلوقتي، وهيقول لي اذا كنا هنروح، هيكلم الناس بتاعت مركز الاشعه ويشوف ممكن نعمل اشعه دلوقتي ولا بكره الصبح. طب هو طمنك انها ما تاخدش يوم او يومين باذن الله؟ هو طمني ان هي ان شاء الله اصابه ما تتعداش يعني بكتير يومين ثلاثه باذن الله. طيب يبقى كده ان شاء الله يعني نامل ان شاء الله تكون موجود في المنتخب. كابتن مجدي بيسالك هل الاصابه دي جات لك قبل كده يا ميدو؟ لا عمري يا كابتن مجدي، عمري في حياتي ما جالي حاجه في ظهري، عشان كده انا كنت قلقان يعني جامد. عمري في حياتي ما كنتش حاسس بيها قبل المباراه يا ميدو خالص يعني؟ لا ده هي جات لي في ساعتها بس، يعني سخنت كويس يعني؟ سخنت كل حاجه، سخنت كويس، كل حاجه كابتن زي الطبيعي العادي. وحاولت بعديها، حتى انا قلت يمكن انت عارف حضرتك ساعتها كابتن يجي لك حاجه في ظهرك او في عصب وتروح بعديها بثلاث اربع دقائق. حاولت اجري في الاربع خمس دقائق اللي بعديها، لكن الاصابه يعني الالم ما راحش يعني. وعدك على الدكه وكلامك مع زملاتك وتحركك انا شايفه في شبه ان انت حركتك طبيعيه، فده بيطمني ان شاء الله لا في نوع من انواع المزق ولا في نوع من انواع الاصابه الخطيره. وانت قلت مفيش حاجه في العظم ومفيش حاجه في العمود الفقري، وبالتالي اعتقد انها كلها في العضلات. اعتقد هتبقى بسيطه باذن الله ميدو بامر الله سبحانه وتعالى. باذن الله يا كابتن ان شاء الله بسيطه يعني باذن الله باذن الله. ميدو اعتقد الفوز النهارده مهم جدا، 3 نقاط رفعوا الزمالك للمركز الخامس، شيء جميل جدا بالنسبه لنادي الزمالك يا ميدو. طبعا يا كابتن فوز مهم جدا يعني، ورغم ان ممكن يكون الاداء مش زي ما كان كابتن حسام كان عايزه، وهو ده الكلام اللي كان بيقوله بعد الماتش في اوضه اللبس اللي لسه سامعه. لكن يعني ساعات زي ما حضرتك عارف المكسب بيبقى يعني اهم من اي حاجه. والحمد لله النهارده يمكن يعني رغم ان المكسب اتاخر، لكن الحمد لله قدرنا نطلع ب3 نقط. انا اعتقد ان هم مهمين جدا في نهايه الدور الاول. نعم ميدو، الف مبروك والف سلام عليك، ربنا يطمنا عليك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا.